السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. القائمة تاع بالماضي خرجت وخلاص وانتهى عنها الحديث، ولكن جات حاجة خلات الأمور ترجع إلى ما هي عليه، وهي الاحتفال تاع بالليلي. اليوم سوف نقول بتحليل، نديرو اناليز الاحتفال نتاع بالليلي، واش كان يقصد انه غلق وذنه وايضا وضع يده على عينيه، واش كان يقصد بهذه الحركات، واش كان يقصد بهذا الاحتفال. فيلا بينا على طول شوفوا الاسرار الموجودة خلف هذا الاحتفال، وما هي المعاني اللي حاب يوصلها من خلال هذا الاحتفال ايضا. إذا نبدأ أولا، ربما ما يعنيه هي رسالة مشفرة للمدرب جمال بالماضي، ويقصد بها يعني ما سمعت والو، ما شفت والو يا بالماضي، يعني ألم تسمع عني يا بالماضي، ألم تشاهدني يا بالماضي. وهذا بعد عدم الاستدعاء نتاعو إلى قائمة جمال بالماضي لمباراتي الصومال والموزمبيق، والتي تدخل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وهذه نعرفها كامل. وكان بالليلي هو هداف الدور الانجليزي، يعني لو كان جاب بالليلي هو هداف الدور الانجليزي، ولا يتواجد في التشكيله المثاليه لدوري ابطال اوروبا كل اسبوع، ولم يسمع به الكوتش، وقد نسي ان يلعب في بطوله متوقفه منذ يعني عمليه الطوفان. بالليلي في هذه الرساله نسي جميل بالماضي وجميل بوقرة اللذين اعتمدوا عليه وارجعوه للمنافسه بعدما كان قاب قوسين او ادنى من انطفاء شمعته للابد. إذا ما فعله بالليلي لم يفعله بالرحمة ولا إبراهيمي ولا قبلهم أبو نجاح وفيغولي ولا بن طالب ولا غيرهم من اللاعبين المحترفين الذين كانوا خارج قوائم بالماضي في العديد من المناسبات. اللاعبين هذو صح محترفين، اللاعبين هذو صح راهم محترفين وعندهم الاحتراف. احتفال غريب جدا، يعني احنا كمتتبعين ننتظر تقديم بالليلي لتفسير لاحتفاله الغريب. عشية إعلان الناخب الوطني لقائمة المعنيين بالمباراتين القادمتين، يبقى ما قدمناه هو التفسير الوحيد، يعني أكيد تبان لي أنا هذا هو التفسير الوحيد. لكن على بالليلي وأنصار بالليلي أن يجيبوا على هذا السؤال: من هو اللاعب الذي سرق مكان بالليلي، أو من هو اللاعب الذي كان من المفروض أن يكون بديل لبالليلي. لا نريد إيجابية، لا نريد إجابات سخيفة على غرار بلايلي مكان عطال أو بلايلي مكان بمبوط. نتحدث هنا عن منصب بمنصب، أم أن بالماضي محق في عدم توجيه الدعوة لمدلل الشناوى. إذا صدقني راهو تحليل، عفوا راهو احتفال جا من بلايلي نعرفه باللي عنده كل الإمكانيات، لكن السؤال يبقى مطروح. إن شاء الله تجاوبوا لنا عليه في صندوق التعليقات، خاصة للمحبين نتاع بلايلي.